هل بتحس إنك مرهق حتى وإنت مش بتعمل حاجة؟ بتنام، بتصحى، بتشتغل، بترد على الناس وتكمل. كل يوم شغل وضغط ومسؤوليات، بس جواك تعب مش مفهوم. بتحاول تبتسم وتكمل وتقول تمام، لكن الحقيقة انت جواك مش تمام. انت جواك توتر وضغط وأفكار كتير بتدور في دماغك، مش عارف توقفها. بتحس إنك بتحاول تتعايش مع الموضوع وخلاص، وكل يوم بتقول لنفسك أنا محتاجة أرتاح نفسيا. بس كل ما تحاول ترتاح، ضميرك بيصحى ويقولك لا، ما ينفعش، انت عندك شغل وعندك مسؤوليات وعندك. يمكن دي مش مشكلة وقت ولا شغل. الحقيقة إن أغلبنا بيعيش ده كل يوم من غير ما ياخد باله إن ده مش تعب جسدي خالص، ده تعب نفسي محتاج تسمعه مش تتجاهله. طب ليه الضغط النفسي ده بيحصل لنا وإيه أصلا سببه؟ احنا دلوقتي عايشين في زمن السرعة، كل حاجة لازم تتعمل دلوقتي، لازم ننجح، لازم نثبت نفسنا، لازم. العقل مش بيلحق يرتاح. المقارنة على السوشيال ميديا بتخلينا نحس ان احنا دايما متأخرين ومش كفاية. بنهتم بأكلنا، بشغلنا، بشكلنا، لكن نادرا جدا لما بنسأل نفسنا أنا كويس فعلا من جوايا؟ لما بنتعب نفسيا بنفضل نسكت لحد ما نوصل لمرحلة الإنهاك. طب ليه أصلا لازم أهتم بصحتي النفسية؟ الصحة النفسية مش رفاهية، يعني زي ما العربية بتمشي بالبنزين، الصحة النفسية هي وقود حياتنا. لما بتهتم بنفسك وبتكون متوازن نفسيا، كل حاجة بتبدأ تمشي بهدوء. بتعرف تاخد قرارات أوضح، بتتعامل مع الناس بهدوء، وتبدأ تحس بالحياة بدل ما تهرب منها. ولو بالك مش مرتاح، مش هتعرف تركز ولا تفرح ولا تطور نفسك. علشان كده ده كان أول فيديو في قناة مايندفول اللي هتساعدك تطور نفسك ويبقى عندك وعي بحياتك وتوازن ما بين الإنجاز والراحة وتنمية ذاتية، وهتكون صديقك في رحلة نجاح حقيقي. دلوقتي خليني أقولك ليه مش بنقدر أصلا نحافظ على صحتنا النفسية. في الحقيقة بنقابلنا تقريبا 4 عوائق رئيسية. العائق الأول هو الضغط والمسؤوليات، بنحاول نعمل كل حاجة في يوم واحد، والحل هنا إن احنا نحدد أولوياتنا، مش كل حاجة لازم تتعمل النهاردة. العائق التاني هو الخوف من الكلام أو من الضعف، بنخاف نحكي عن تعبنا أو نطلب مساعدة علشان الناس هتقول علينا ضعاف. الحل هنا إن الكلام مش ضعف أو عيب، دي شجاعة ووعي، لأن كونك تعترف بتعبك ده أول خطوة للعلاج. بس مهم جدا في النقطة دي نختار الشخص الصح اللي نتكلم معاه، ولو ما لقيتش حد تثق فيه اطلب مساعدة من دكتور نفسي، وده مش عيب خالص. العائق التالت وهو المقارنة، بنشوف غيرنا ونتخيل إن حياتهم كاملة. ركز على نفسك وتطورك انت، كل واحد ليه وقته، ولو هتقارن قارن نفسك بنفسك قبل فترة. العائق الرابع وده مهم جدا وهو نسيان الذات، بنرضي الكل وننسى نفسنا. الحل هنا ان كل يوم نعمل حاجة بسيطة لنفسنا، ده مش أنانية خالص. دلوقتي بقى خليني أقولك حكاية بسيطة جدا قبل ما أقولك الحل النهائي للضغوط النفسية اللي حرفيا كلنا بنمر بيها. كان في شخص زيي وزيك، كل يوم بيجري ورا كل حاجة ونسي نفسه وسط الدوامة دي. في يوم قرر إنه قبل ما ينام هيقفل الموبايل ويقعد 10 دقايق في هدوء تام، ويكتب كل اللي حاسس بيه على ورقة، كل مشاعر الغضب والفرح والحزن اللي مر بيه خلال اليوم. كلام فاضي ملوش أي لازمة، بس مالي دماغه وعايز يكتبه. وياخد نفس عميق ويبدأ يهدى. في الأول محسش بفرق خالص، لكن بعد أسبوع بدأ يلاحظ إن باله بقى أهدى، نومه اتحسن، بقى يتعامل مع الناس بالراحة أكتر، حياته بدأت تتحسن فعلا، وبدأ يوصل لنسخة أفضل من نفسه. هو ما عملش معجزة، هو بدأ بخطوة صغيرة. خد الخطوة دي علشان نفسك تستاهل. دلوقتي بقى هقولك ايه هي الحلول العملية فعلا والعادات اللي هتحافظ على صحتك النفسية. فلو عايز تحافظ على صحتك النفسية، ابدأ جرب واحدة واحدة فيهم. أول حاجة، ابدأ ب10 دقايق هدوء يومي بعيد عن الموبايل، افصل دماغك عن كل حاجة. الخطوة التانية من العادات اللي هتحافظ على صحتنا النفسية هي الكتابة اليومية، حتى لو سطر واحد، مش لازم تكون كاتب محترف، بس الكتابة بتنظف دماغك من الفوضى.
اكتب كل حاجة سواء حلوة أو وحشة، حتى لو الكلام ده ملوش أي لازمة أو انت أصلا مش عارف انت بتكتب ايه. الخطوة التالتة من العادات اللي هتحافظ على صحتنا النفسية هي المشي أو الحركة، 10 دقايق أو ربع ساعة بس في اليوم. الحركة بتخرج التوتر من الجسم وبتدي راحة ذهنية فعلا لعقلنا. الخطوة الرابعة معانا هي راحة رقمية. يعني ايه راحة رقمية؟ يعني يوم من غير سوشيال ميديا خالص على الأقل كل أسبوع. يوم في الأسبوع اختاره من غير سوشيال ميديا، بيفرق أكتر مما تتخيل. اقفل تليفونك خالص أو اعمله وضع ديران وحاول تجرب حاجات جديدة. الخطوة الخامسة معانا هو النوم الكفاية، وتعامل برحمة مع نفسك. مش لازم تكون مثالي كل يوم، كفاية إنك بتحاول. نام كويس 8 ساعات متواصلين، لأن النوم له دور مهم في توازن جسمنا وبيساعدنا على الطاقة والنشاط. اتعامل مع نفسك بالراحة، كفاية جلد ذات، مش لازم تكون مثالي كل يوم، كفاية إنك بتحاول. الخطوة السادسة معانا وهي إن أنت تطلب مساعدة لو حسيت إنك مش عارف تعيش حياتك بجد، أو إنك مش قادر تكمل رغم إنك بتحاول. مش عيب خالص إن أنت تطلب مساعدة دكتور نفسي، لأنك تستحق فعلا إن أنت تعيش حياة أفضل. افتكر دايما إن راحتك النفسية مش رفاهية، وإن ده حقك مش أنانية خالص. بدونها مش هتعرف تكمل الطريق. ابدأ النهاردة بخطوة صغيرة، اقفل تليفونك وخد نفس عميق واكتب جملة عن يومك. كل يوم خطوة صغيرة هتساوي راحة كبيرة على المدى الطويل. وفي النهاية ما تنساش تستمتع بحياتك، الوحش قبل الحلو، لأنها أجمل أيام العمر، وبكرة تتمنى إن هي ترجع تاني. اكتب لنا في التعليقات الخطوة اللي هتبدأ بيها النهاردة هي ايه، واستنوا فيديو جديد من قناة مايندفول.